كلمات لازم تكون في ذهنك دايما: كن، افعل، امتن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسلام اسامه وانت تتفرج على قناه فهمني. فكره القناه ان انا اقرا كتاب وافهمه بحيث ان انا اوصل لك تجربه اشخاص وصلوا لمكانه معينه وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناه. الجزء التاسع والاخير يا صديقي من كتاب التدفقات النقديه للكاتب الجميل روبرت كيوساكي. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن عالم الاستثمار، وايه الفرق ما بين الاستثمار والمضاربه، وايه انواع الاستثمار، وازاي نقدر نحقق مكاسب من خلال انك تدير وقت الاخرين ومال الاخرين. وفي الحلقه ديت هنفهم ايه انواع المستثمرين وانت في انهي مستوى فيهم، وهتقدر ازاي تغير فكرك عشان تنتقل من المستوى اللي انت فيه للمستوى اللي بعده، وليه اصلا افهم مستويات المستثمرين. فيلا حضر كوب قهوه وصلي على النبي وندخل في المفيد. سؤال في الاول ليه: عمرك شفت اللي انت مصاحبهم في انهي مستوى من مستويات المستثمرين؟ اصل صدقني وما تزعلش من كلامي، عمرك ما هتخرج من مكانك الا لما تغير البيئه المحيطه بيك. ومش بقولك انك تسيبهم، ولكن حط وقت ليهم ووقت للي هيحدد مستقبلك. وخليني افهمك ازاي. يعني مثلا عايز افتح مشروع، فلازم احيط بيا ناس فتحت مشاريع ونجحت او فشلت بس بتحاول، لاني هاخد خبرات وتجارب منهم لو عاوز استثمر. ففي ناس هي اللي هتدلني على الاستثمار وهتعرفني بالشركات اللي هقدر ادخل فيها واتعرف على اصحابها، لان هم دول اللي هيغيروا تفكيري. نيجي بقى لسؤالنا: ايه مستويات المستثمرين؟ طب هو ممكن سؤال قبل ما تجاوب: هو انا ليه اعرف مستويات المستثمرين؟ حلو السؤال، عشان ده هيعرفك تفكير كل مستوى وتقدر تحدد انت في انهي مستوى من المستويات دي. ولما تعرف انت في انهي مستوى هتعرف تتحرك للمستوى اللي بعده. وتعالى بقى اعرفك المستوى الاول، هو مستوى صفر، ودولت لا يمتلكون شيئا للاستثمار، ما عندهمش فلوس، اللي جاي على قد اللي رايح، وما بيحاولش حتى يفكر ان هو يخرج من اللي هو فيه، مستسلم للي بيحصل. فشوف هل انت في المستوى دوت. اما المستوى الاول فهم المقترضون، ودولت بقى شايفين ان حل مشاكلهم في القروض. عايز شقه جيب كارد، عايز عربيه جيب كارد. والمشكله ان هم فاكرين ان ده كله استثمار. لو جيت بصيت لمحفظتهم الماليه هتلاقي ان معظمها ديون وليست اصول، واتكلمنا عليها في الاب الغني والاب الفقير لو تفتكر. فلو انت في المستوى ده وعاوز تطلع منه لازم تعيد حساباتك في عاداتك الماليه، ورقه وقلم وشوف التزاماتك وشوف اصولك. واصولك هنا ايه اللي بتمتلكه معلهوش فلوس وبيدخلك عائد، وابدا زود من اصولك وقلل من الالتزامات. يعني لو عليك قرض او عليك فلوس حاول تسددها. اي فلوس تدخل لك سدد بيها القرض او سدد بيها الالتزام اللي عليك، وحاول تقلل من مصروفاتك على قد ما تقدر. اما المستوى الثاني فهم المدخرون، بيحوشوا جزء من مرتب بصوره منتظمه. يعني لو دخل لي 1000 في 100 متعان على جنب، وبعد لما يحوشوا فلوس اما يحطوها في شهاده او وديعه. وده بيرجع انهم دايما خايفين من المستقبل، وطبعا مفيش حد فيهم بيحاول يستثمر. فلو انت في المستوى دوت حاول تغير تفكيرك ده وانك تتعلم ازاي تستثمر. اما المستوى الثالث يا صديقي فهم المستثمرين الاذكياء، عندهم تعليم اكاديمي كويس جدا ولكن للاسف ما يعرفوش اي شيء عن عالم الاستثمار. بيتقسموا لثلاث مجموعات. المجموعه الاولى ودولت اللي بيعتمدوا على ناس غيرهم زي السماسره وموظفين البنوك وغيرهم اللي هيشغلوا ليهم فلوسهم، وبيتبعوا نظام التنويع، وهو ان ما احطش فلوسي في سله واحده، جزء في البنك وجزء في ذهب وجزء في صناديق الاستثمار. ودولت الناس اللي بيخافوا وما بيحاولوش يجازفوا بفلوسهم، وعندهم دايما مبدا الامان. فعمرك ما هتلاقي في المجموعه ديت مستثمر حقيقي او من الاثرياء. اما المجموعه الثانيه فهم الساخرون، ودولت بقى فاهمين شويه في الاستثمار ويدلوك على ان استثمار افضل ليك وايه اللي ممكن يخسر فلوسك، بس يجي عند نفسه يخاف يدخل في اي استثمار، ولو في يوم فكر ان هو يخش في استثمار يبقى خلاص فات الاوان. والمجموعه الثالثه اللي هم المقامرون، ودولت اللي بيراهنوا بفلوسهم في البورصه او البترول او غيرهم بدون ما يعرفوا اساليب اللعب او يتعرفوا على مين حط القواعد، ودايما حاطين ايديهم على قلبهم، وتسالهم يقول لك انا محقق نجاح ساحق، وفي الاصل هو خسران كل فلوسه. فلو شفت حد من الناس دي ما تحاولش تاخد نصيحه منه. اما بقى المستوى الرابع فهم مستثمرون الاجل الطويل، فلو انت مش في المستوى ده حاول تكون بسرعه واحد منهم. ودول بقى اللي بيقدروا يعملوا خطه تقاعد بفلوسهم اللي محوشينها، بيدخلوا في استثمارات وبيحاولوا يدوروا عليها بنفسهم، دايما عامل تخطيط لحياته، والفلوس اللي هيستثمرها في صندوق هتعود عليه بعد ما يطلع معاش، ويبقى معاه مبلغ كبير يقدر يعيشه على نفس المستوى اللي هو عايش فيه، ودايما عارف فلوسه بتجيله منين وبيصرف فين. نيجي بقى لاهم مستويين. المستوى الخامس يا صديقي المستثمرون المعقدون، ودول بيتبعوا استراتيجيه الاستثمار الاكثر خطوره، وده لانهم عندهم عادات ماليه جيده واساسيات ماليه متينه وذكاء استثماري. تلاقيهم دايما بيركزوا في الصفقات اللي بيدخلوا فيها ولا يميلون بالتنويع في استثماراتهم. هستثمر يبقى احط فلوسي كلها في الاستثمار ده، وانا عارف ان الاستثمار ده هيزيد وهيحقق مكاسب. يعني تلاقيه مثلا مستثمر بقوه في الذهب،
لانه عارف ان سعر الذهب هيزيد. هتلاقيه بيخاطر باقل من 20% من راس مال المشروعات اللي بيدرسوها، واول ما بيبدا يدخل في مشروع جديد هتلاقيه بيدخل بمبالغ قليله عشان لو خسر الخساره ديت ما تقضيش عليه. والفئه دي يا صديقي اللي خلاهم يبقوا في المستوى دوت ان هم اتعلموا وقروا كتير في الاستثمار واتدربوا عليه، سواء بقى في صحف، نشرات، دورات، والسوق طبعا بيعلم كتير. يعني روبرت بيقول لك ان هو كان بيدفع مبالغ ضخمه جدا عشان يحضر دوره هيتعلم فيها ازاي يدخل مجال العقار ويفهم طبيعه الاستثمار ده. فالمستوى ده من اقوى المستويات يا صديقي لو لسه ما وصلتش للمستوى ده. نيجي بقى للمستوى الاخير، الرأسماليون. دول بقى اللي وصلوا لمستوى عالي جدا، واحد من كل 100 شخص يعتبر رأسماليا حقيقيا. هتلاقي الرأسماليون دولت في الفئه بي والفئه اي، لانه بيقدر يخلق مشروع وفرص استثمار في نفس الوقت. اللي قلنا عليه في الحلقه اللي فاتت، بيقدر يستغل وقت الاخرين ومال الاخرين. الرأسماليون الحقيقيون يا صديقي مش هدفهم نفسهم بس، لا، هدفهم ان هم يخلقوا استثمار لنفسهم وللاخرين، فرص للشباب عشان العجله تمشي، واستثمارات ليهم فهم هيكسبوا والاخرين هيكسبوا. دايما اصحاب الاموال دول هتلاقيهم في المواقف الصعبه، دوله بتنهار، مشاكل اقتصاديه، نصره للعقائد الدينيه، وفي من الرأسماليين دول في العالم ممكن تبحث عنهم. فشوف بقى يا صديقي انت في انهي مستوى من المستويات السته دول، وحاول تشوف مستوى التفكير اللي بعده عشان تنتقل ليه. ومن هنا انتهت السلسله، ويا رب تكون استفدت منها واكون قدرت اوصل لك المعلومه بشكل كافي. منتظرك بقى في السلسله الجديده وان شاء الله تنول اعجابك. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.